السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهة. اليوم حنقدم لكم محلبي قسنطيني. الوصفة الأصلية بطبيعة الحال. واش نقول لكم، هاد المحلبي والله صدقوني يجي بزاف بنين. يقدموه يعني في المناسبات، في طول العروسة تاني يحطوه مع الشريك، يقدموه مع الشريك، يجي بزاف بنين. الوصفة أكثر من رائعة، تجي بزاف بنينة. ولكن المحلبي القسنطيني ما يديروش كيما حنا بلا بودغ دو ري، يديروه بلا فارين دو ري. هنا كيسان تاع لاتاي درت 7 حليب، 7 كيسان حليب. درت واحد سكر، واحد ما زهر، واحد وكاس لا فارين تاع الروز، لا فارين دو ري. نقعدوا نحركو فيه حتى وين يختار. فوالا، حتى وين يختار. السكر يجي ما يجيش حلو بزاف وما يجيش يعني ناقص سكر، صدقوني يجي هايل. نقعدوا نحركوا فيه حتى وين يختار، وهايليك النتيجة. بالمحلبي تاعنا هنا هما ما يديرولوش القريفة كيما المحلبي العاصمي. هنا يديروا له الجوز، المكسرات، يديروا له اللوز. هكذا يوقفوه هكذا اللوز، يديروا فوالا الجوز، المكسرات اللي عندهم، وينتكل بارد ويجي شهي. وناس قسنطينة ولا ناس الشرق يعملوه تاني بما ورد، ولكن أنا صدقوني يعجبني خير بالمزهر، يعجبني خير بالمزهر بارد، يجي شهي شهي. نتمنى تجربوا هاد الوصفة، والله وصفة بزاف بنينة. كما قلت لكم يقدموه بالشريك، خبز الدار هكذا، دي بتي بريوش صغيورين هكذا. فوالا كوم انا درتو في رمضان دونك ما درتش معاه الشريك. فوالا نتمنى تجربوا هاد الوصفه، ودعيو لنا زيها بالخير، وديروا لنا بارتاج الى عجبتكم لا فيديو، وخليونا تعليق من فضلكم. ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه. السلام عليكم، في امان الله.